ممكن موضوع النفسنه ده يبقى عالي عندهم شويه؟ اتنين، مم. يا تكوني صغنطوطه قوي فزعلانه من ست كاريزما ووضع وخبره حياتيه وخبره في تربيه الاولاد حتى لو هي اساسا ما انجبتش، وعندها خبره في الشغل وست عمليه وست شيك وليدر وصلت لمكان مهم جدا، فانت صغيره فمنفسنا عليها ايه اللي هي اللي عاملاه ده، هي لسه بتلبس كده مش كده تمام، ده السن اللي هو هي مش عارفه هي عايزه ايه ومحتاره متضاربه، لان انا اسفه طبعا في اللي انا هقوله بس دي حقيقه، الرجاله ميولا اكتر للست الكبيره في السن تمام، ميولا في المشاعر والاحاسيس احيانا ممكن يكونوا ما بياخدوش خطوه الارتباط الجديه، بس للستات اللي فوق ال 30 تمام، فده بيضايق لو في بنت في الشغل يعني معجبه بيه مش عارفه ايه بره او حست ان هو كده تمام، او هي عموما من نفسنا من العمر ده او من الستات دي، او تكوني وصلتي لمرحله عمريه زي ما قلنا شويه ال 40 وال 38 وال 45 لطافه السن وجماله، وتكوني بتزعلي من اللي سنها صغير ان هي مبسوطه وفرحانه، ما تتصوري ما تلبسي ما تنبسطي، ما كل عمر وله جماله، والله هتستغلي براءة ده في قلبك وعلى وشك من غير ما تستخدميها في تصرفاتك هتنجحي. بس كلامك جميل يا جهاد. تسلمي. واتمنى ان كل الناس في الايام المفترجه اللي جايه دي تحاول ان هي تشيل من قلبها الضغائن والاحقاد والنفسنه، زي ما قالت جهاد مفيش ست وحشه،